عارفين ريحة الخبيز اللي بتملى البيت دفى وحب كده؟ أيوه هي دي. النهارده هنعمل مع بعض أحلى قرص بالقرفة والسكر دايبة، مستحيل تاكلي واحدة بس. هاقول لِك على التركة بقى اللي تخلّي العجينة قطنية وهشة زي القطن، والحشوة ما تخرجش منِّك أبدًا ولا تتحرق في الفرن. لو بتدوّري على أسهل طريقة لعمل القرص بجد، يبقى الفيديو ده ليكِ. بس بقى ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتكتبوا لنا تعليق جميل كده زيكم. يلا جهزي كوباية الشاي الحلوة كده وتعالي نعمل أحلى قرص بالقرفة والسكر. يلا بينا مع بعض. أول حاجة جبنا الطبق بتاعنا كده وهننزل بكوبايتين مية دافية. أدي أول كوباية وأدي تاني كوباية. هننزل عليهم دلوقتي. معايا معلقة ونص خميرة فورية كبار هننزل بيهم. ومعانا دلوقتي نص كوباية سكر حبيبات عادي هننزل بيهم. ونبتدي بقى نحرك كويس جدا وندوب كل المكونات دي مع بعض. لازم السكر يدوب كويس يا جماعة. شايفين وانا بدوب ابتدت تتفاعل معانا وتعمل رغوة كده على الوش. لازم تكوني متأكدة ان الخميرة كويسة. لو انت مش متأكدة تقدري تركنيها شوية لحد ما تتفاعل معاكي. شايفين يا جماعة الفقاقيع دي ده دليل على ان الخميرة كويسة. يلا بينا دلوقتي نبدأ. معايا كيلو دقيق وتكوني جايباه نوعية كويسة او متعدد الاستخدامات. هنزل عليهم دلوقتي بنص معلقة ملح صغيرة. دلوقتي معايا 2 باكو فانيليا هنزل بيهم. معايا 3 معالق لبن بودر هيديكي نتيجة جميلة. وهنزل عليهم دلوقتي بمعلقة بيكنج باودر. ونبتدي مع بعض كده بقى نقلب كل المكونات دي. تقدري تعجنيه باللبن، تقدري تعجنيه بميه على لبن مفيش مشكله. هنزل بقى بمعلقه خل هتديكي هشاشه في منتهى الجمال. ومعايا نص كوبايه سمنه على زيت. وتقدري تحطيها زيت خالص مفيش اي مشكله خالص. هننزل بيهم كده. جميله وخطيره هتطلعيها في منتهى الروعه. قلبي بقى وعجني كويس كده بايديكي. ودي خطوه مهمه يا جماعه. هنعجنها لا يقل عن 5 دقايق. هي ما بتاخدش وقت طويل في العجن لانها قرص. لكن في مخبوزات لازم تاخد وقت طويل في العجن. دي بقى هندوبة هنلم كده وما يبقاش فيه اي اثر للدقيق. ونعجنها كده حوالي 5 دقايق. شايفين يا جماعه سهله معانا ازاي. وجنبي دلوقتي نص كوبايه ميه هبتدي ازود كده بالراحه. انا هزود دلوقتي ربع كوبايه الميه دي. وهنعجن لحد ما نشوف هتاخد معانا قد ايه. طبعا احنا عارفين ان الدقيق بيختلف من نوع لاخر. في نوع بياخد كوبايتين ونص في نوع بياخد 3 الا ربع. زي ما انت عاوز. فاي عجين لازم تشتغلي معاه كده. تاخدي كميه من الميه على الخميره والباقي بقى بالتدريج. قلبي بقى كويس جدا. انتوا شايفينها دلوقتي سايله. كل ما هنعجن هتطرى معانا بالطريقه دي شايفين. لمت معانا وبقت خطيره وفي منتهى الجمال ازاي. ناعمه وخطيره وعجينه في منتهى الروعه. يلا بينا دلوقتي هتجيبي طبق ناشف وتحطي معلقتين زيت كده. وتبداي تحطي العجينه كده على ظهرها شايفين. وتقلبيها على اليمه التانيه. يلا بينا دلوقتي مع بعض. هنركنها في مكان دافي وطبعا لازم تغطيها. هسيبها نص ساعه بالظبط لحد ما تخمر معانا ويتضاعف حجمها. وارجع لكم نشوف الجمال والعظمه دي مع بعض. يلا بينا دلوقتي عبال العجينه ما تخمر نجهز الحشوه الخطيره. معانا طبق كده ويكون ناشف خالص بالطريقه دي. يلا بينا دلوقتي معانا كوبايه سكر حبيبات عادي هننزل بيهم. وهننزل عليهم دلوقتي ب3 معالق قرفه. قرفه يا جماعه بودر كده وتقدري تزودي زي ما انت عاوزه او تقللي. يلا بينا نقلب بقى كده كويس جدا شايفين شكلها عامل ازاي. تقدري لو حبيتي تزودي عليهم معلقتين كاكاو مفيش اي مشكله خالص. بس طعمها بالقرفه هتبقى زي اللي بتشتريها من بره بالظبط. يلا بينا دلوقتي نعمل الدهان اللي على الوش. معانا دلوقتي معلقتين عسل اسود. ودي تركه خطيره يا جماعه وهننزل عليهم كده بحوالي حوالي ربع كوبايه ميه. ما تكتريش في الميه. يلا بينا دلوقتي ندوبهم مع بعض بالطريقه دي. وهتطلعي احلى قرص وشكل وطعم في منتهى الجمال. بالطريقه دي تقدري تعمليها بميه بسكر بدل العسل مفيش اي مشكله خالص. شايفين العجينه بعد ما سيبناها نص ساعه اتملت هوا ازاي بسم الله ما شاء الله واختمرت معانا كويس جدا. يلا بينا دلوقتي نقليها دلوقتي عشان نشتغل فيها. سويها كده وابدأي بططيها كده على بسيط. ونبتدي نقطعها مع بعض. ممكن زي ما هي كده وتبدأي تقطعيها كرات وممكن كده بأي قطاعة عندك وتقطعيها صوابع بالطريقة دي هتسهل عليكي. وهتقدري تشكليها بمنتهى السهولة. شايفين يا جماعة العجينة ما شاء الله زي الملبن معايا. قطعيها بالطريقة ديت صوابع. تقدري تعمليها بقى الحجم اللي انت عايزاه عندك ميزان تقدري تخليه من 60 ل 80 مفيش مشكله جرام. تقدري تعمليها كور كبيره او صغيره مفيش اي مشكله خالص. يلا بينا بقى مع بعض نقطعها كده لكرات. زي ما اتفقنا الحجم زي ما انت عاوزه. تقدري تعمليها اكبر من ليمونه شويه. وهتديكي نتيجه في منتهى الجمال. كوريها كده بالطريقه دي وقفليها على بعضها ما تخليش اي تشققات فيها. شايفين يا جماعه اهي. واول ما هنعملها كده تروحي على طول برمها بالطريقه دي. وجنبك طبق بقى دهنه خفيفه زيت وترصي فيه. ايه. قطعيها مش هتاخد منك وقت خالص وسهله. والله كل اعمال القرص دي ما تاخدش منك ساعه. يا دوبك فتره التخمير. مش هتاخد منك وقت خالص. رصي بقى في طبق جنبك. بالطريقه دي.
وأنتِ واقفة كده اعملي حاجات حلوة لولادِك، تاخديها في رحلات، تدّيها لهم في الامتحانات، حاجة جميلة وفي منتهى الروعة. أهي شايفين يا جماعة شكّليها بالطريقة دي. كل الكرات بقى قطّعيها وبعد ما نخلّصهم كلّهم كده أوريهم لكم. شايفين ما شاء الله من كيلو دقيق طلّعنا كمية قد إيه، تقدري تصغّري حجمها ما فيش أي مشكلة خالص. يالّا بينا دلوقتي أكياس تلاجة كده وتفتحيها وتغطّيها عشان وشّها ما يشققش معاكِ. يالّا بينا نغطّيها، يالّا بينا دلوقتي بعد ما خلّصناهم هنبتدي دلوقتي مع بعض بأول واحدة اشتغلنا فيها، أول صينية اشتغلنا فيها شايفين ما شاء الله حجمها تضاعف إزاي وخمرت معانا. هنبتدي نفرد بالراحة كده وتبدئي كده بمعلقة صغيّرة خالص كده وتروحي حاطة معلقة من الحشوة الخطيرة اللي إحنا عاملينها دي، القرفة بالسُكّر، وتقفّلي شايفين باقفّل إزاي؟ بالطريقة دي، واحدة، واحدة هتقفّل معاكِ بمنتهى السهولة لإن العجينة خمرانة ومضبوطة في منتهى الروعة. شايفين؟ تقفليها بس أهم حاجة كويس لإن لو ما قفّلتيهاش كويس هيبتدي الحشوة تخرج منِّك في الفرن وتتحرق معاكِ. شايفين شكلها عامل إزاي؟ واحدة، واحدة كده واشتغلي كده وأنتِ قاعدة هادية كدهوّة واعملي حاجات حلوة لولادِك. شايفين؟ اوعي تتّكي عليها دلوقتي، زي ما هي حشيتيها وترصيها جنبِك في الصاج. الصاج دهنينه دهنة خفيفة كده بمعلقة زيت ونبتدي نشتغل كده في الباقي. وترصي جنبِك كده بمنتهى السهولة. افردي كده بالراحة بس ما ترقّقيش من الوسط، من الوسط عشان لمّا تيجي تتّكي عليها ما تفتحش معاكِ. رقّي كده من الأطراف، أنتِ كده، كده هتجمّعي الأطراف مع بعض هتبقى معاكِ بمنتهى الجمال وحجمها من ورا زي قدّام. شايفين؟ قفّلي بمنتهى السهولة، هتطلّعي أحلى مخبوزات عاملاها في البيت، أحلى قُرَص خطيرة بالسُكّر دي يا جماعة. شايفين؟ واللي هياكل منها واحدة هيشد واحدة و2 جرّبوها يا جماعة في منتهى الروعة، وقولوا لي إيه رأيكم في التعليقات، هتطلّعوا أحلى قُرَص. هنخلّص بقى بقية الكمية الخطيرة دي بنفس الطريقة اللي عملناها وارجع لكم تاني. دي كمية القُرَص بالسُكّر اللي إحنا عاملينها والقرفة حاجة في منتهى الروعة. يالّا بينا دلوقتي هنغطّيها دلوقتي بأكياس تلاجة بالطريقة دي. يالّا بينا دلوقتي ناخد أول كورة إحنا اشتغلنا فيها، شايفين يا جماعة حجمها ما شاء الله خطيرة. ناخد أول واحدة كده وهتمسكيها كده تقلبيها وتمسكيها من ورا بالطريقة دي وتبتدي تنزّليها في العسل بالمَيّة وتبتدي تنزّليها في السمسم. شيّلي سمسم بقى، السمسم مغذي جدًا يا جماعة وأكّليها لولادِك في منتهى الروعة. شايفين سهلة إزاي؟ هتمسكيها من ورا كده، عشان كده ما بطّطناهاش من الأول. آه، هتنزلي في العسل وتبدئي تنزلي في السمسم الخطير ده. شايفين العسل بالمَيّة بيشيل كمية السمسم دي على الوش، وتبدئي كده ضغطة خفيفة بسيطة كده، ما ترقّقيهاش يا جماعة عشان تطلع معاكِ كده فيها من جوّه كده البابة حاجة في منتهى الجمال. تمسكي كده أهوّة وتبدئي واحدة، واحدة تنزلي بالراحة وتبدئي تنزلي في السمسم بعد ما نزّلناها في العسل، بالمَيّة بالعسل، وتضغطي عليها ضغطة خفيفة. سهلة يا جماعة. شايفين عملنا كمية قد إيه؟ بسم الله ما شاء الله. هنسيبها بقى دلوقتي على جنب لحد ما يتضاعف حجمها وتخمر التخميرة التانية، هتاخد مننا وقت قد إيه؟ حوالي تِلت ساعة، تِلت ساعة بالضبط، بس برضه تغطّيها بأكياس تلاجة. شايفين شكلها بعد ما تضاعف حجمها وخمرت معانا؟ أنا طبعًا دلوقتي مولّعة الفرن بقى له 10 دقايق على أعلى درجة عندي 220 240 ما فيش مشكلة، أعلى درجة عندِك. ودي خطوة مهمة يا جماعة. هندخّله كده على الرف اللي قبل الأخير، هيقعد معانا بالضبط ربع ساعة، وبعد كده هنشغّل الشواية 5 دقايق، وبعد كده نشوف مع بعض الجمال والعظمة اللي هتطلّعها. شايفين يا جماعة بسم الله ما شاء الله عملنا كمية قد إيه من كيلو. شايفين لونها بعد السِوَى خطيرة إزاي. غطّيها كده بالضبط 5 دقايق. شايفين النتيجة من ورا عاملة إزاي، متحمّرة من فوق ومن تحت وخطيرة وطرية عشان غطّيتها، ودي خطوة مهمة. شايفين يا جماعة عاملة إزاي والحشوة في منتهى الروعة. وبكده نكون خلّصنا وصفتنا النهارده. بجد يا جماعة النتيجة تتحدث عن نفسها. القرص دي مش مجرد معجنات، دي قطعة من السعادة. جرّبوا الوصفة دي في البيت ومستنية أشوف رأيكم في التعليقات، لإني بجد بافرح جدًا لمّا بتجرّبوا وصفاتي وتنجح معاكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتكتبوا لنا تعليق جميل كده زيكم عشان يوصل لكم كل جديد. أشوفكم في وصفة جديدة وبالهنا والشفا على قلوبكم. سلام عليكم.